الناس اللي بتجوع آخر الليل، هعمل لكم النهاردة أسهل وأسرع فطاير لجوع آخر الليل أو للفطار بطريقة بسيطة جدا ومقادير اقتصادية وسهلة وسريعة. أول حاجة هحضر العجينة، معايا كوبايتين دقيق ورشة ملح ومعلقة كبيرة زبادي، وهعجن بنص كوباية مية بس هنزل بيها واحدة واحدة كده، وهبدأ ألم المكونات مع بعض. وبإيديكوا الحلوين يا حلوين تبدأي تعجنيها كده عجنة محترمة لحد ما العجينة تنعم معاكي. وكده بعد ما عجنتها ونعمت وبقت مية مية، هغطيها واسيبها بس 5 دقايق لحد ما احضر الحشوة معاكم. والحشوة هنا عندي جبنة خزين على جبنة بيضة وبصلاية خضرة كده مقطعاها، ودي اختياري بس هي بتدي طعم حلو قوي، وحزمة بقدونس متقطعة صغير واخد الورق بتاعها من غير العيدان. واخر حاجة جبنة موتزاريلا. وهقلب ميكس المكونات دي مع بعض، وبجد الحشوة دي خفيفة وطعمها جميل جدا. كده الحشوة جاهزة، نبدأ على طول في تقسيم العجينة. هقسمها على 5 فطاير يبقى حجمهم متوسط، وعلى الرخام هدي رشة دقيق وأبدأ أشتغل في أول قطعة. هبططها كده وأفردها بالمبينة. بجد مفيش أسهل من كده، يعني سهلة جدا ومش متعبة وما بتاخدش وقت خالص. وبعد ما بفردها بسمك رقيق والحشوة اللي حضرناها مع بعض، هبدأ أحشي بيها كده الفطيرة على النص ده، وبطبق واقفل كده النص التاني عليها، وبالشوكة همشي على الحروف كده علشان اقفلها كويس وكمان يبقى شكلها جميل. وفي طاسة سخنة كده على نار متوسطة هنزل بالفطيرة بتاعتنا، واول ما لونها يبدأ يغير كده هقلبها. وبصوا بسم الله ما شاء الله لونها تحفة. وبعد ما بقلبها ببتدي ادهنها دهنة زبدة كده من على الوش، واول ما تدهنيها بالزبدة وتدلعيها كده تبتدي تنفخ على طول وتقب، وتقلبيها على الجنب التاني وبرضو تديها دهنة زبدة. ولو طبعا مفيش زبدة تقدري تدهنيها زيت أو سمنة، بس الأفضل تدهن زبدة أو سمنة، وده بيخلي طعمها في حتة تانية. وبصوا مفيش أسرع من كده، من غير فرن عملنا أحلى فطاير سهلة وسريعة وبسيطة، وتنفع طبعا لجوع آخر الليل. ما بتاخدش وقت خالص وهي بتستوي، يعني 5 ثواني كده على كل جنب وتبدأي تقلبيها قلبتين 3 كده وخلاص بتكون استوت وبقت مية مية. هتطلعيها وعلى طول كده وهي سخنة تقطعيها، وبالهنا والشفا على قلوبكم يا حلوين. وبصوا جمالها وهي سخنة والجبنة سايحة كده مع بعض. لو عجبتكم اعملوا لي لايك ومتابعة وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تصلوا على النبي. سلام.